وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهنعمل ايه النهارده يا قمر؟ هنعمل صينيه بسيسه. مين فيكم بيحب البسيسه يا قمرات؟ بتحبوها زيي؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحط ايه في البسيسه؟ كوبايه، نص كوبايه زيت، 2 بيضه، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، ورشه ملح. تمام. وايه كمان؟ كوبايه دقيق ابيض، وكوبايتين دقيق ذره اللي هو دقيق البسيسه. دلوقتي انا هنخله قدامكم وهقول لكم بالظبط انا حطيت قد ايه. بس انا هحط الكوبايه دي، دي كوبايه دقيق ابيض، وهحط كوبايتين دقيق ذره. تمام. وكوبايه سكر. طيب وكمان ومعانا لبن، معانا حوالي كوبايه لبن كبيره. تمام. طيب وايه كمان؟ ومعانا خل، هنحط لها معلقه خل علشان تديكي اللون الحلو، وتديكي كده تبقى هايشه كده معاكي وجميله. تمام يا قمر؟ تمام. احنا هنعمل ايه؟ هننخل الدقيق ده اهو يا قمر، منخل الصغنن بتاعي ده. هننخل ايه؟ كوبايه الدقيق اللي هو ايه؟ الدقيق الابيض الاول. عايزه بقى تنخلي مره 2 3 عشان تديكي ايه؟ هيشه كده ايه وتبقى حلوه. بس انا بنخله مره واحده، بتبقى يعني حاجه جميله ما شاء الله. ماشي يا قمر. حطينا كده كوبايه ايه؟ الابيض. هننزل بقى بكوبايتين دقيق ذره اصفر ابيض. في دقيق ذره ابيض وفي دقيق ذره اصفر، فانت المتاح عندك او اللي انت بتحبي ايه لونه اعملي. انا بحبها تبقى صفرا، فبحط ايه؟ دقيق الذره الاصفر الجميل ده. تمام. ادي كوبايه كده اهي ذره، وادي كوبايه ابيض. بس لازم الذره ده يتنخل. بصي بيبقى فيه، بصي بيبقى فيه حاجات كده خشنه كده، تحسيها ان ايه؟ في تكتلات كتير. بصي. طيب نعمل بقى ايه؟ كوبايه تاني اهو يا قمر. عملنا ايه؟ ادي 3 كوبايات، 2 ابيض، 2 ذره اصفر، وواحده ايه؟ ابيض. تمام. وهنحط عليها ايه؟ هنحط عليها ايه كمان؟ نحطها في المنخل كمان. بصي اهي، هنخليها كده مع الدقيق اهي. واحده كيس بيكنج باودر عشان ايه؟ ما ننساهاش واحنا بنحط ايه. احنا كده حطينا الايه؟ المواد الجافه اللي هو الدقيق والباودر. خلاص يا قمر. طيب هنحط بقى هنا ايه يا قمر؟ احنا كده ايه؟ خلاص نخلنا الدقيق. تمام. هنعمل ايه؟ هننزل بكوبايه السكر الحلوه دي على ايه؟ على نص كوبايه الزيت الحلوه دي. ونفضل بقى ايه؟ بالمضرب اليدوي الحلو ده، ونفضل ايه؟ عسلات ناخد كده وندي مع السكر والزيت، نعكيهم ببعض كده دعكه حلوه كده. عاكي كده ايه لحد ما السكر والزيت ده يتجانسوا كده مع بعض. تمام يا قمر. خلاص يا قمر. حطينا كوبايه السكر ونص كوبايه الزيت وايه، وبالمضرب كده وايه، دعكنا الزيت بالسكر كويس. هتنزلي عليهم بايه؟ بالبيضتين الحلوين دول. بسم الله. صفي كده البيض كويس يا قمر. ونزيد على البيض بايه؟ بالفانيليا. كيس الفانيليا الحلو ده انزلي بقى كده اهو يا قمر. اهو ايه، حطينا الفانيليا على البيض. تمام. وتروحي بقى ايه؟
المضرب اليدوي الحلو ده، والبيض بقى على السكر على الزيت على الفانيليا، ودي بقى بصي اهو يا ست الكل. بصي بقى عشان انا مش طحنه السكر، انا حتى السكر خشن فهيدوب معايا بصعوبه، فانا هحط ايه اللبن علشان يدوب معايا بسرعه. بصي يعني كوبايه كبيره لبن، لو عايز تاني انا ايه هحط كده ونشوف هتاخد معانا لبن قد ايه، بس انا عارفه ان هي ايه يعني مجرباها تاخد كوبايه كبيره. نقلب كده لحد ما السكر معانا يدوب. خلاص يا قمر، ضربنا السكر مع الزيت مع البيض مع الفانيليا مع ايه، حطينا شويه لبن عشان السكر معانا ايه يدوب لانه خشن. هننزل بقى بالدقيق حبه حبه. هما ايه اللي هما كوبايتين دقيق بسيس اصفر عليهم كوبايه ابيض، وايه بقى حبه حبه كده وايه، وايدينا فيها بقى كده اهو شويه شويه. اهو يا حبيبتي بصي انزلي شويه شويه اهو. لو عايزه لبن تحطي لها، يعني لو عايزه لبن اكتر من كوبايه شويه مفيش مشكله حطي لها. بصي يا قلبي اهي، بصي تخينه معايا عايزه شويه لبن، بس هنحط لها ايه، هنحط لها ايه رشه ملح كده بسيطه على طرف كده المعلقه، وهنحط لها معلقه خل عشان تديكي ايه اللون الحلو والهياشه الجميله. اهو يا حبيبتي بصي معلقه واحده. تمام يا قمر، تمام يا قمر. نزود لها شويه لبن عشان تظبط كده معاك وتبقى ايه 10/10. اهو يا قمر هننزل نحط بقى بقيه كوبايه اللبن، كوبايه كبيره يعني كده حلوه. تمام بصي بصي بقى، بصي عامله ازاي، هو ده اللي انا عايزاه، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي يا حبيبتي. بصي جميله بس ما شاء الله. هنا بقى انا كنت ايه الصينيه يعني مقاس 20 مثلا 22. بصي هبطنها دهنها زيت او سمنه بلدي، حته زبده زيت اي حاجه اللي عندك، ما تقفيش على حاجه ادهنيها اللي عندك حطيه، تدهنيها وتحط لها شويه دقيق، اللي هو دقيق الذره، بطنيها بيه دقيق ابيض دقيق ذره، بس انا بصي مبطناها بدقيق ذره. تمام يا قمر. هننزل بقى ايه على الصينيه الحلوه دي بالبسيسه الحلوه دي اهي يا قمر. هننزل كده ايه على الصينيه الحلوه دي. خلاص يا قمر اهو صبنا البسيسه بتاعتنا الجميله دي. تمام. اهم حاجه تكون لو انت حتى مش عارفه يعني الصواني انت مش عارفه دي مقاس ايه ولا ما بتعرفيش في كده، تعملي ايه تكون الصينيه ولا البسيسه فيها قليله قوي يعني تحت النص، لا احنا عايزينها فوق النص عشان حتى لما تعلى تبقى ايه عاليه كده وما شاء الله كده وجميله في الصينيه. تمام يا قمر، تمام يا قمر. يلا بقى على الفرن. خلاص يا قمر طلعنا صينيه البسيسه الجميله دي بالفرن وقطعتها معاكوا اهي. بصي الجمال يا قمر، بصي بسم الله ما شاء الله. بصي الارتفاع بتاعها عامل ازاي، والله خفيفه جدا عامله بصي كانك ماسكه سفنجه. بصي كوبايتين دقيق بسيسه، كوبايه دقيق ابيض، واحده بيكنج باودر، باكو فانيليا، معلقه خل، رشه ملح صغيره، كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2 بيضه. في اسهل من كده يا قمر؟ مفيش اسهل من كده. جربيها يا قمر وان شاء الله هتعجبك. والفرن بقى على حسب الفرن بتاعتك، مش هقولك بقى على 170 ولا على ايه. زمان كان ايه امهاتنا واجدادنا كانوا بيسووها ازاي في الفرن العاديه البوتاجاز، وكانوا بيعرفوا يظبطوها ازاي وعارفين ظبطة فرنهم ازاي. فانت يا حبيبتي فرن كهرباء اعملي، ميكروويف سوي، فرن عاديه بصي ما تقفيش على حاجه. اهم حاجه تبقي عارفه تظبطي الفرن بتاعتك، عاديه بالكهرباء ميكروويف اللي عندك، والمقادير اللي عندك برضو اعملي بيها، ما تقفيش على اي حاجه يا قمر. تمام يا قمر، تمام يا قمر. احلى صينيه بسيسه، كوبايه شاي، كوبايه شاي بلبن. بصي حاجه حلوه اهي ومش هتتكلف عليكي كتير ولا تكاليف ولا مجهود. تمام يا قمر، تمام يا قمر. جربيها وان شاء الله هتعجبك. ولو عجبك الفيديو تعملي ايه يا قمر؟ تعملي اللايك الحلو بتاعك ده والاشتراك في القناه علشان تنوريني. تمام تمام. مع السلامه يا قلبي واشوفك في فيديو جديد. مع السلامه.